اكثر حاجه كنعانيو منها اليوم واللي مأثر على بزاف ديال الناس هي الستريس. والسبب ماشي غير الضغط ديال الحياه والوقت اللي صعابت، ولكن السبب عندنا لداخل وما ردينش ليه البال. هذا هو الفيديو الرابع في سلسله الهرمونات اللي شفنا فيها الدوبامين، الاوكسيتوسين، السيروتونين، واليوم مع اخر هرمون وهو الهرمون المسؤول على مقاومه الضغوطات والالم، هرمون الاندورفينز. خليونا نشوفوا كيفاش حنا ناقصين الاندورفينز وشنو المشاكل اللي كتجي مع هذا النقص، وشنو هي الطرق اللي نتهناو بها من الستريس. كيف ما العاده نبداو بقانون الاندورفينز. بكل اختصار وبكل بساطه خاصك تحرك الجسم ديالك يوميا. في الحقيقه كنشوفوا باللي الاجيال اللي كانت قبل منا ما كتعانيش من شي حاجه سميتها ستريس، حيت كانوا كيتحركوا ما كانوش كيجلسوا. وحنا ولينا كنميلوا للراحه والجلاس وكنقلبوا على اي حاجه تعاوننا نبقاو مرتاحين. هذا الراحه دارت لينا مشكل، حيت الجسم ديالنا مخلوق باش يتحرك ويخدم ويهز ويحط، ما يبقاش غير جالس غير مرتاح. وكنشوفوا باللي الجيل ديال والدينا مثلا واخا كانت الظروف ديالهم صعب من ديالنا اليوم، كانوا كيقدروا يواجهوها ويتحملوها. وهذا هو السر. قلنا باللي الاندورفينز هو الهرمون المسؤول على مقاومه الضغوطات والصعوبات والالم. فبما انهم كانوا اكثر حركه في حياتهم اليوميه، كان عندهم رصيد كبير من هذا الهرمون اللي خلاهم يتحملوا ديك الضغط. فدير في بالك بان الحركه هي اهم حاجه ديرها يوميا، ما تبقاش غير جالس ما كتمشى ما كتحرك ما كدير والو. نشوفوا دابا الطرق اللي يمكن ليها تزيد لينا من هرمون الاندورفينز. رقم واحد، سبق وانت كتمشى. غريبه هذه شي شويه، ولكن الهدف منها هو تحفز دماغك باش يفرز الاندورفينز. حيت ملي كتحط دماغك في وضعيه ديال الخطر ولا الضغط، كيتفرز الاندورفينز باش يقاوم. واللي مهم هنا هو الحركه. الجسم مخلوق باش يتحرك، راه خاصنا نديرو مجهود، نضربوا شويه ديال التماره. الا الخدمه ديالك ما فيهاش حركه النهار كامل وانت غير جالس، فلا بد تخصص وقت تمشى ولا تسبق فيه، ولا دير وقت يومي تمشي فيه لاصان ودير الرياضه. حيت اسلوب الحياه ديالنا ما بقاش كيف ما كان من قبل. اليوم الخدمه ولات في بيرو وكرسي، وهذا الشيء اللي كيأثر على النفسيه ديال بزاف د الناس اللي طلعت لهم الخدمه في راسهم لهذا السبب. فحاول ما امكن دير شي مجهود بالجسم ديالك واللي يكون فيه شويه ديال التحدي. هذا الشيء كيعاون الدماغ يعطيك اندورفينز اكثر. رقم جوج، الحراره. قلنا بلي الستريس مشكل عويص وكبير لدرجه ما كنتحملوش. من بين الحلول هو نحطوا الجسم شي وضعيات تكون صعيبه حتى هي باش نقدروا ناخذوا جرعه من الاندورفينز اللي تخلينا نقاوموا الستريس. من بينها الحراره، بحال انك تمشي للسخون وتكسل عظيماتك. الماء سخون كيعطي اشاره للدماغ باش يعطينا اندورفينز اكثر في هذه الحاله هذه، وكيخليك ترخى وكيهدل الاعصاب. هادشي علاش الناس كتبغي مولا يعقوب. اوكي، رقم 3، ضحك. ملي كتكون مع صحابك ولا مع العائله وكتشبع ضحك حتى كرشك كتنوض تحرقك، كتحس من بعدها بالراحه. الضحك كيعاون بزاف بزاف باش ما تبقاش مستريسي، واخا حتى الضحكه المزوره، غير ضحك وصافي. وقف حدا المرايه وضحك على راسك كاع، وخليك قريب من ديك الواحد اللي ملي كتهضر معاه كتشبع ضحك. وحاول تخلق جو مع العائله تضحكوا فيه، مثلا تفرجوا في شي فيلم كوميدي، حيت ملي كتضحك كتحرك بزاف ديال العضلات، وهذا الشيء اللي محتاج ليه باش تزيد من هرمون الاندورفينز. رقم 4، تجبد. هذه هي اسهل وابسط حاجه يمكن لينا نديروها، وهي تجبد يديك الفوق لتحت ودير بحال غادي تخدم الجناب. حركات سهله وبسيطه يمكن لك ديرها في الصباح، في الليل، ملي تفيق، ملي تجي تنعس، في الدار، في الخدمه، في اي وقت. واخا تجيك عاديه وتقول واش هادشي غينفع زعما، هادشي بصح كينفع، وجرب وحكم شنو غتخسر. ما تكونش معكاز حتى على هادي. وصلنا للتالي ديال الفيديو ديال السلسله كلها. الا كنتي مازال ما شفتي لي فيديو الاخرين غادي نخلي لك السلسله هنا حتى تشوفها كامله. خليو لي الراي ديالكم عليها. لايك الا عجبك الفيديو، والا كنتي مازال ما اشتركتي في القناه اشترك باش تستافد اكثر ان شاء الله.